لو ما تعرفش فالعشر الأوائل من ذو الحجة هتبدأ يوم الاثنين الجاي الموافق 18/5، ودي من أعظم الأيام عند ربنا سبحانه وتعالى. الأيام دي ربنا أقسم بيها في القرآن، وده دليل على عظمتها، والعمل الصالح فيها أحب إلى الله من أي وقت تاني في السنة. لو عايز تستغل ال10 أيام أحسن استغلال وتاخد الأجر كامل، حاول تصوم أول 9 أيام لو تقدر، وخصوصا يوم عرفة لأنه بيكفر ذنوب سنة قبله وسنة بعده، فما تضيعوش من إيدك. ما تنساش أذكار الصباح والمساء، لأنها حصن ليك وسبب للطمأنينة والبركة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وكررها 100 مرة يوميا. حافظ على صلاة الضحى والوتر، لأنهم من السنن اللي ليهم فضل عظيم وأجر كبير. حاول تختم القرآن خلال ال9 أيام، تقدر تقسمه جزء بعد كل صلاة أو 3 أجزاء يوميا لو تقدر. ادعي بكل اللي نفسك فيه، واختص بدعائك المسلمين المستضعفين في كل مكان، وربنا قريب وسميع ومجيب. أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها من أعظم أسباب القرب من ربنا. حاول تتصدق يوميا ولو ما تقدرش بفلوس، فالكلمة الطيبة صدقة، والابتسامة صدقة، ومساعدة أي حد صدقة. الأيام دي فرصة كبيرة ما تضيعش منها لحظة، لعلها تكون سبب نجاتك. يا رب نكون من اللي يستغلوها.